وحشتوني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وربنا يعود علينا جميعا بكل خير. حبيت ارجع لكم بعد الغياب ده كله، وبجد بعتذر عن الغياب الفتره اللي فاتت كلها. يعني انا مش حابه ادخل في اي كلام يضايقكم. المهم الحمد لله ان انا رجعت لكم بخير، وبجد مبسوطه جدا ان انا رجعت لكم لانكم وحشتوني جدا جدا وكنت مفتقداكم جدا. بس انا كنت بحاول اتواجد معاكم دايما على انستجرام وسناب شات، واحط لكم الانستجرام بتاعي والسناب شات. واهلا بيكي لو اول مره تزوري قناتي، ما تنسيش تضغطي على كلمه سبسكرايب اللي هي بالاحمر اللي موجوده تحت الفيديو علشان دايما يوصلك كل جديد بنزله. والنهارده حبيت ان انا ارجع لكم بفيديو مشتريات، هي مشترياتي للعيد. فتابعوا معايا عشان تعرفوا ايه المشتريات اللي انا جبتها ورايي فيها ايه، واذا كنت هقول لكم افكار للتنسيق وكده. اول حاجه هتكلم عنها النهارده من المشتريات هي فيكتوريا سيكريت. طبعا للاسف مش هقدر اوريكم انا اشتريت ايه، بس اللي اقدر اقوله ان احلى حاجه عندهم يعني او اهم حاجه عندهم تجيبوها هي البراهات. قد ايه بتفرق في اللبس جدا وبتظبطه وبتخلي شكل اللبس احلى، والمقاسات متوفره جدا. ولو انت مش عارفه المقاس بتاعك عندهم لان مقاساتهم مختلفه عن الباقي، في حاجه اسمها كارت قياسات، وكنت نزلت لكم صورته قبل كده في الاكونت على انستجرام. بتدخلي تقولي لهم عايزه اعمل كارت قياسات، وبتقيسي وبتظبط لك مقاسك، وممكن تستني وقت السيل تشتري. ودايما انا اي اوقات للسيل لفيكتوريا سيكريت، ولو ان انا بكون كمان استغلت العرض بقول لكم عليها. طبعا السعر كان ب 400 وحاجه، فانا اشتريته ب 195 جنيه. ده اول حاجه انا جبتها. تاني حاجه هتكلم عنها هي من زارا، ودي اول مره ودي اول مره اجرب فيها زارا. اشتريت بلاوز برضو كان نازل عليها سيل. هم طبعا في زارا ساعات بيحطوا الحاجات اللي عليها سيل في جنب كده لوحدهم. هوريكم البلاوز شكلها ايه. طبعا انا اللون السكري ده مش عندي فحبيت ان انا اجيبه. ده ستايلها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هتلاقوها فيها تفاصيل رقيقه جدا. طبعا الميزه بتاعت زارا كل حاجاتهم رقيقه وسيمبل قوي، وتقدري تنسقي عليها حاجات كتير زي ما انت عايزه لانها ثابت. هتلاقي الكم بتاعها فيه الحركه دي بالمنظر ده مفتوحه كده. طبعا الكم طويل، مش قادره اقول لكم قد ايه طريه وناعمه. ومن تحت ستايلها هتلاقوها من قدام اقصر شويه من ورا، فدي لما تتلبس على جينز تبقى خيال. مش قادره اقول لكم قد ايه شكلها جميل. وتقدري تنسقي عليها حاجات زي ما انت عايزه. ده شكلها. هي سعرها ب 159 جنيه بعد السيل. هي كانت الاول ب 300. ودي تاني حاجه انا اشتريتها. طبعا علشان انسق تحتها فحبيت ان انا اجيب هاي كول، فما كانش عندي غير كارينا. طبعا كارينا كان عامل اوفر، اشتري قطعتين من اي باديهات كارينا وتاخدي التالت مجانا. فانا جبت اللي هي الاثنين اللي هم، بس ما جبتش القطن المره دي، جبت الليكرا لان القطن للاسف ما بيطولش ابدا وبيبوظ بسرعه جدا. فعشان كده قلت ارجع لاصلي تاني واشتري الليكرا. هوريكم شكلها عامل ازاي. جبتها سكري برضه عشان لما البسها تحت البلاوز اللي انا اشتريتها. هي شكلها كده. طبعا دي مقاسها يعني ميزه مقاسات كارينا اللي هو مثلا ميديوم لارج، لارج اكس لارج كده. فدي لارج اكس لارج، وفي مقاسات متوفره كلها زي ما انتم حابين. بس حبيت ارجع تاني لخامه الليكرا لانها بتعيش اكتر وبتستحمل اكتر. والاوفر اللي كان موجود وقتها انك تشتري لما تشتري واحده تاخدي الثانيه بنص الثمن، او لو اشتريت اتنين تاخدي الثالثه فور فري. فعشان كده انا حبيت استغل العرض ده وجبت واحده ثانيه بيضه من نفس الستايل. دي سعرها كان 45 جنيه ودي خدتها ب 22 ونص. كمان كارينا منزلين لاين جديد للملابس، وان شاء الله هبقى اوريكم الكتالوج ده بشكل اوضح على سناب شات. في صور جميله جدا لستايلات لبس جديده وكتيره، وانا طبعا حبيت ان انا استغل ان انا اشتري من عندهم لبس، فجبت حاجه واحده بس. جبت زي كارديجان، هو كارديجان طويل. عايزه اوريكم شكله عامل ازاي. ستايله جميل جدا اهو. هو نص كم. طبعا بتلبسي تحته اي قميص او شميز
باللون اللي انت حباه. والميزه فيه ان هو طويل وطري وفيه كمان جيوب كده بتدي ستايل جميل قوي. وحركه اللي هي نص كم دي ستايلها رقيق. طبعا الستايل ده طالع موضه جدا جدا جدا، فعشان كده انا حبيت اجيب منه. كمان اللون ده مش عندي فقلت اجيب. ممكن تلبسي تحته قميص. انا فكرت ان انا البس تحته قميص احمر لان انا عندي الشميز الاحمر بتاعي، فقلت البسه تحته على بنطلون جينز وطرحه حمراء، يبقى كده الطقم تمام. طب كده انا سهل ان انا انسق عليه. ده كان سعره 140 جنيه، بعد السيل خدته ب 85 جنيه. وبجد انصحكم بحاجه كريمه جميله جدا، غسيل ولبس. كمان اخر حاجه جبتها طبعا لبس وكده. في حاجه تانية على فكره جبتها للميك اب والسكين كير، بس مش هتكلم عنهم النهارده. النهارده بس هكتفي بالملابس والشوزات كمان من كلاب الدو. انا اخر فتره معرفش ليه مركزه على كلاب الدو اكتر حاجه، بس هو حاجته حلو. جبت الشوز الاسود ده، هو سيمبل، انا بحب الحاجات اللي هي زي كده. طبعا انا بالنسبه للشوزات ما بتعمرش معايا ابدا، عشان كده بتلاقوني اشتري شوزات كتير. المهم ده اسود سيمبل، مفيهوش اي حاجه، ساده، بينفع على كل حاجه. مرضتش اجيب فيه اي توكه او حاجه عشان يبقى سيمبل وينفعني على كله. طبعا بما انه من غير كعب فهيبقى سهل كل يوم. ده سعره 135 جنيه 99، يعني 136. وجبت كمان واحد، قلت اجيب بني، بس ده بقى مختلف وبكعب. شكله كده الستايل ده شكله حلو قوي، وفي اللبس جميل جدا. وعلى فكره مريح، مش معنى ان هو بكعب ان هو مش مريح، لا بالعكس، ده هو مريح وجميل جدا. فده الستايل التاني اللي انا اشتريته، سعره 141 جنيه ونص وبس. وبكده دي كل الحاجات اللي انا اشتريتها للعيد. اتمنى تكون عجبتكم واستمتعتم، وحبيت اشارككم بالحاجات اللي انا جبتها. وبس كده، اشوفكم على خير في فيديوهات جايه. باي، بحبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان دايما يوصلكم كل جديد. وتابعوني دايما على ستايل يوما في فيسبوك، انستجرام، سناب شات وتويتر. وهكتب لكم كل ده في الاخر وفي صندوق الوصف عشان تقدروا تتابعوني وتشوفوا اول باول كل جديد عني.